السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما ننسوش الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كمان ما ننسوش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبر يتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي متابعين المحترمين، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. دعواتكم يا جماعة ان ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال امة محمد يا رب العالمين. كمان ما ننساش ندعو لاخواتنا المستضعفين في كل بقاع العالم، اللهم انصرهم واجبرهم جبرا مبينا يا رب العالمين. وندعو كمان ان اخواتنا في غزة ان ربنا يا رب يكمل فرحتهم وتكمل يا رب المعاهدة على خير يا رب العالمين، وترجع غزة تاني تنور يا رب، وكلها تتصلح وتعمر يا رب العالمين. دعواتكم يا حبايبي دعوة 40 غريب مستجابة في ظهر الغيب، ان ربنا ينصرهم ويجبرهم، لان عانوا كتير جدا في حياتهم، فربنا ينصرهم يا رب يجبرهم يا رب جبر تتعجب به اهل السماء واهل الارض يا رب العالمين. حبايبي متابعين، حطوا لايكاتكم وتعليقاتكم وتعالوا بقى عشان هنتكلم في موضوع النهارده، صلح حلمية وصلح زاهية. تمام، هنتكلم في حلمية وزاهية علشان ايه بقى؟ هنتكلم علشان نشوف الصلح ده هل من جوه القلب ولا مش جوه القلب. هل الحاجات اللي طلعت تتكلم عليها زاهية وتعلق عليها وتركب قنوات النقد هم المسؤولين في كل حاجة حاصلة بينها ما بين اختها؟ هل الكلام ده صح ولا لا؟ افضلوا معايا لحد الاخر علشان خاطر هنحكي في كل التفاصيل وكل اللايف بتاعها اللي هي اتكلمت عليه. في البداية كده يا زاهية، انت طالعة بتتكلمي وبتقولي ان احنا اصطلحنا وان احنا خلاص وان احنا كويسين مع بعض، وانت صعبت عليكي بنت اختك لما كانت تعيط وعشان خراب بيتها. طيب ماشي، اول بداية هو مين اللي عمل خراب بيتها؟ هو مين اللي عمل لها سكرينات؟ هو مين اللي عمل الحاجات دي كلها؟ بصوا في الاختلاف طبعا يا جماعة. في الاول طبعا اول حاجة قبل اي حاجة خالص كده، بالله عليكم كل اللي بيحب الست حلمية وفعلا حابب الست حلمية لشخصها وحياتها، وعشان هو بيحب الست حلمية، تمام، ما يعلقش عليها في اي حاجة حصلت. ما يقولهاش ليه انت اصطلحتي مع اختك، ما يقولهاش ليه انت عملتي كده. بصوا يا جماعة، اللي اتشتمت نرمين، اللي اتبهدلت حلمية، اللي اتبهدل طارق، ماشي. احنا في الاول والاخر بنزعل عليهم، بنصعب عليهم. ولو حد غيرهم كنا هيصعبوا علينا برضو نزعل عليهم. ولو ده هي اللي في عكس حلمية كنا هنزعل عليها وكنا هنبقى في صفها برضو، وكنا هنبقوا صعبانين علينا اللي بيحصل معاها، ماشي. لكن انا عشان خاطر بحب حد قالك من لاجل الورد ينزق العليق. يعني انا عشان بحب الورد وبحب اشمه هزق العليق جنب منه عشان الورد بتاعي يفضل موجود معايا. فاحنا طبعا عشان بنحب الست حلمية وبنحب وجودها على اليوتيوب وحابينها ان هي يبقى ليها محتوى بتاعها، وان هي دايما كنا بنقول لها لا تصدي ولا تردي، جه الوقت اللي احنا نساعدها ان هي تبقى حاجة زي كده. هي واخدها حرين، يصطلحوا ما يصطلحوش حرين، بس في الاول والاخر تدي وتطلع لنا بالطاقة الايجابية. تمام. وكمان احنا الست حلمية لحد الان لا طلعت ولا اتكلمت ولا قالت اي حاجة غير كده يا جماعة. لو ما اصطلحوش كانوا هيدفعوا الفاتورة، محدش كان هيدفع الفاتورة غيرهم. محدش كان مرمي في السجن ليه يومين يا جماعة وعيالها مرميين في الشارع غيرهم هم. محدش كان متمرمطين في الحجز غيرهم هم. فما نضحكش على بعضنا، والموضوع مش حاجة سهلة ومش حاجة بسيطة زي ما هي مصورة لكم الموضوع. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده. ولما اصطلحوا علشان خاطر اني محمد وطارق والتاني ده حسام، هم التلاتة دول هم كانوا اللي هيدفعوا الفاتورة بتاعت غلطهم كله. فكانوا الشباب دي كانت هتتدمر. واحنا في الاول والاخر احنا كلنا اولياء امور، كلنا معانا اولاد، وكل واحد فينا محدش يستمنى للتاني. انا كنت ماشيه انا وابني امبارح في الشارع والظابط وقفه وقال له هات البطاقه بتاعتك. انا كنت روحي كانت ما تطلع كده وانا واقفه جنب منه، برغم ان ابني ما عملش حاجه، وابني اساسا لسه البطاقه بتاعته ما طلعتش. اول ما قال له قاصر قال له روح، عارف كأن روحي ردت في مكانها. فالوضع ده بيبقى صعب جدا صعب جدا، ربنا ما يكتبه على حد، ربنا يفك زنقه كل مزنوق، ربنا يسلم. فالاول الاخر انا على نفسي ما اتضايقتش ابدا من حوار الصلح. الله ربنا يصلح ما بينهم، وربنا يوقع ما بينهم الصلح، وربنا يهدي ما بينهم. بس يا رب يا رب يكون الصلح من جوه القلب، يا رب يكون الصلح من جوه القلب. انا فعلا بصطلح مع اختي علشان فعلا انا عاوزه اختي، مش عاوزه ان انا في حوارات حاصله فانا عشان عاوزه اصطلح مع اختي، لا، ماشي.
ففي البداية كده طبعا بطلب من جمهورية الخالة حلمية، من الناس المحبة، من الناس الكويسة، الناس الواحد قبل ما يطلع اي كومنت ولا يكتب اي حاجة تجرح بيها الست حلمية او اولادها، اتمنى يفكر فيه الاول. وانا واثقة ان جمهورية الخالة حلمية ان هم بيحبوها، وان هم واقفين معاها، وان هم مش هيتخلوا عنها، وان هم مش هيبعدوا عنها، ومش هيبقى زي ما كانت بتقول زاهية ان هم اللي معصيينها ان هم هي ما تصطلحش. لا، عمرنا ما شفنا متابعين الخالة حلمية كانوا ان هم ما عاوزهمش يصطلحوا خالص نهائي، عمرنا ما شفنا حاجة زي كده. بالعكس، كان دايما كل الناس بتدعي لهم بالهداية. انا عندي كومنتات كتيرة جدا ان يا رب اهدي ما بينهم واصلح ما بينهم، وان يا رب يوقع ما بينهم الصلح، وان يا رب يطلعهم منها بالسلام. فاحنا ما شفناش حاجة زي كده. بالعكس، انا كنت اشوف كومنتات جاية من طرف زاهية متابعين ليها كلام على الست حلمية ما يتقالش. يعني احنا الحمد لله متابعين الست حلمية طيبين زيها، وعندهم اخلاق ومبادئ، وعندهم قيم، وعندهم مبادئ، وعندهم اهل بيخافوا عليها، وعارفين يعني ايه الوجع. عشان كده هي كانت الست حلمية بتصعب علينا. ماشي. لكن بقى يا زاهية، انك انت جايه تعلقي شماعتك على قنوات النقد. لا، قنوات النقد قالوا لك اطلعي سب اختك، ولا اطلعي اشتمي بنت اختك، ولا اطلعي قول على ابن اختك كذا، ولا اعملي كذا في اخوكي، ولا اعملي كذا في اختك، انت مش انت اتسلكي بثوث على كل الناس. كل الناس طلع عليها بثوث وشتماها ومبهدلها. يا ترى كانت قنوات النقد هي اللي كانت موجوده معاكي؟ هي اللي كانت بتقولك اطلعي اعملي واطلعي وسوي؟ لا، ما تعلقيش شماعتك على قنوات النقد. انت اللي عملت الغلط، وانت اللي اخطأتي. والهدوء اللي انت طالعه بيه تتكلمي بيه ده انا عارفه، لانه ده غصب عنك لازم تطلعي بتتكلمي بالشكل ده، لانك انتوا بقيتوا خلاص متراقبين للافعال بتاعتكم والحاجات اللي هتحصل. وكمان يا جماعه، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل جوه. اللي بيحصل جوه ده بيبقى حاجه تاني، وكمان محدش يعرف اي تفاصيل، لاني اكيد متنبه عليهم بكل التفاصيل. غير بقى الكوارث والمصايب اللي بتحصل جوه، والله بجد بيبقى الوضع صعب قوي 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 يا جماعه. تمام. تعالي بقى يا زاهيه، انت دلوقتي طالعه بتقولي اني انا واختي اتصالحنا، وبنت اختي اتصالحت، وبنت اختي صعبانه عليا وهي بتعيط وقلبي كان بيتقطع عليها، وانا عاوزه طارق يبقى ليه اخوات، ويبقى محمد وحسام اخواته وسند وظهره ليه، ولما حد يقف ولا يعمل مشاكل معاه يلاقي حد معاه، ويلاقي صله رحم معاه ومعاه. ومصطفى ده معرفش، ولا ابن مصطفى اسمه احمد ولا معرفش اسمه ايه، كلهم عاوزينه يبقى معاه. طب احنا كنا مانعين ده يا زاهيه؟ احنا كنا مانعينه؟ زاهيه انت اخر بس كنت طالعه فاتحه بس مباشر، ها، وانت بتقولي احنا هنعمل قاعده وكل واحد ياخد حقه فيها. ماشي. مش انت من ضمن يا زاهيه قلتي اني مش هنصطلح مع بعض، ولا هنصور مع بعض، ولا هي تيجي عندي ولا انا اجي عندها؟ الكلام ده مش بتاعك. احنا عمرنا ما شفنا كده. انا على مر عمري كله انا عندي حاله من الذهول انك انت بتعملي في اختك وبنت اختك وابن اختك بالشكل ده. عمري ما اختلفت معاكي في حاجة غير من الغل والحقد اللي الواحد كان يشوفه من ناحيتك، من ناحية الناس دي. والمتابعين بتوعك كلهم بما اكملهم كانوا بيكتبوا لك في الشات لا صلح ايه، وترجعوا تتصوروا مع بعض تاني، وترجعوا تعملوا معرفش مع بعض تاني، وترجعوا. ما حصلش. انتوا كنتوا تقولوا ارضى عليهم وتقول لهم، بدل ما تقول لهم يا جماعه ادعوا ان ربنا يهدي ما بيننا، ادعوا يا جماعه ان ربنا يصلح ما بيننا، ادعوا يا جماعه ان ربنا يالف في قلوبنا الرحمه بيننا ما بين بعضينا. لا، كنت تقولوا لهم يا جماعه ده صلح علشان اللي بيحصل على اليوتيوب يقف، وكل واحد فينا ياخد حقه. واجيب لها من ساعه ما بدات القناه بتاعتها لحد وقتنا هذا. طبعا اساسا كل الكلام اللي انت قلتيه وبتقوليه انت طالعه بتقولي نقيضه. كنت فين في كل الكلام ده لما انت رحتي فبركتي سكرينات لبنت اختك؟ كنت فين دماغك وقتها لما طلعت اختك ما بنت اختك اللي صعبانه عليكي وبتقولي بتعيط وبيتها وانا هعمل المستحيل عشان اصلحها مع جوزها؟ انت اللي طلعتي وقلتي، وانت اللي ندهتي على ايمن، وانت اللي ندهتي على غيره والصندوق الاسود. انت ايه يا زاهيه؟ انت عندك شخصيتين ولا ايه؟ منتظمه في الشخصيه بتاعتك ولا ايه؟ انت في صنف الشخصيه ولا ايه؟ ها؟ فانت اللي عملتي كل ده. ما طلعيش تعلقي شماعتك على قنوات النقد. قنوات النقد كانت تاخد الكلام اللي انت بتقوليه واحنا كنا بننتقدك فيه على وينك، اللي كنت بتلقيه كل طول الوقت بتلقحي على حلمية وبنتها. فهنا ما تعلقيش نفسك
يا زاهية، في ان القنوات هم السبب، او القنوات هم اللي عملوا كده، او القنوات هم اللي وصلوكم لكده. لا، انت كده بتكذبي وبتتبلي على القنوات عاوزة تشيلينا وتحملينا مسؤولية مش بتاعتنا. انت بترمي الكرة في ملعبنا احنا عشان احنا اللي بوظنا الدنيا وخربنا الدنيا. لا، انت كده بتفتري ولحد الان بتفتري. فاتقي الله. كان على الاقل قولي يا جماعه خلاص، هو كان سوء فهم بيننا ما بين بعضينا وكان الموضوع انتهى. انت بتقولي انا بتكلم بقى على القنوات اللي تبعي والقنوات اللي تبعهم والقنوات اللي بيتكلموا والقنوات اللي محسوبين عليها والقنوات اللي محسوبين عليهم. المفروض كان اختصرت المعلومه يا جماعه. خلاص حصل صلح بيننا ما بين اختنا، وانا غلطت في حقهم وهم حقهم عليا، وانا غلطت في حق بنت اختي وحقها عليا. مش هتقولي انا ليه عاوزين كل حاجه على العلني؟ ما هو انت اللي خليتيها على العلني. هي السكرينات دي احنا اللي طلعناها ولا هي اللي كانت على العلني ولا هي اللي كانت معموله كده؟ يا معلش، هنا برضو لازم تقعدي مع نفسك شويه وتشوفي. يا ستي الف مليون مبروك، الله يصلح ما بينكم. يا رب يكون الصلح ده من جوه قلبك طالع، برغم انا ما حسيتش من كده. اقولك ليه؟ لانك انت اولا كنت المفروض تستني الست حلمية لما تعمل بث مباشر وتطلع وتقول يا جماعة ده انا كنت عند اختي زاهية ورحت عندها وقعدت عندها في البيت واتكلمنا مع بعض وقعدنا مع بعض، ولما روحنا ركبنا العربية مع محمد ابن زاهية وانا ونرمين كنا عندها في البيت، وكل التفاصيل دي كانت الست حلمية اللي تطلع. انت بقى طالعة ترمي، عارفة اللي بتحطي العسل في السم؟ انت كده ليه بقى؟ عشان الست حلمية المتابعين بتوعها يقلبوا عليها ويقلبوا عليها ويقولوا ان هي ازاي بتعمل كده، وازاي احنا نتشتم وان احنا يتقال علينا وهم يتقالوا عليهم وان هي فلانة يتشتم عليها وفلان قال عليها كذا وقال عليها كذا، وفي الاخر تطلعوا تصلحي. كان طلعت طول ما انت مستمنية الخير ليها فعلا، بتقولي اللي عاوز يدعمها يدعمها وربنا يزيدها من نعيم الله ومن فضل الله. كان طلعت كان قلت يا ريحانة حقك عليا، ما تزعليش، انا فعلا غلطت في حقك لما شتمتك وغلطت فيكي. او يا اسمه ايه، اسمه يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يا ابو فهد برضو حقك عليا، يا جميلة انا بعتذر لك. يعني كل ده كان الاعتذار عمره ما بيقلل من قيمة البني ادم يا زاهية. الاعتذار عمره ما بيقلل من قيمة البني ادم. يا متابعين حلمية حقكم عليا لو كنت غلطت في حد منكم. اوعي تفكري ان الاعتذار ده بيقلل من قيمة البني ادم اللي قدامه، ولا مثلا بيقلل من، بالعكس ده انت قيمتك بتعلى وطريقتك بتعلى والناس كلها بتحب ترجع تفكر ان الشخصية دي هتتغير. فايه المشكلة لما احنا نشوفها هتتغير وهتبقى عاملة ازاي؟ فاحنا نقف معاها ونقف جنبها، لان البني ادم عمره الاعتذار ما بيقلل من قيمة الشخص اللي قدامه. واحنا لما قلنا حمادة انك انت كلامك كان صح في حمادة، لان حمادة خذل الناس كلها وخذل المتابعين كلها هو وهناء. حمادة كان بيستغل موقف حلمية وقفها معاه وفي الخاص بيتكلم عليها، يعني لا بيشكر فيكي ولا بيشكر فيها، لا بيشكر في دي ولا بيشكر في دي. كان بيشتم فيكم وبيقول مش اللي هما الاتنين زفت وهنا هما الاتنين زفت، برغم ان هي كانت تورينا حاجة غير كده وعمتي وهق ومق والكلام اللي احنا فيه. فاحنا بقينا تايهين، ما بقيناش نصدق حد فيكم اساسا، ما بقيناش عارفين مين فيكم الصح ومين فيكم الغلط، مين فيكم الماشي في طريق مستقيم ومين فيكم الماشيش في طريق مستقيم. الله اكبر، والله لما بتكلم على العيله دي لازم يكون فيه اذان بيأذن. فالله اكبر يا رب. الله اكبر اولا في كل بني ادم ظالم وبيظلم وبيفتري، والله اكبر في كل بني ادم ما بيبقاش حابب الخير للتاني. حسبي الله ونعم الوكيل. فاحنا بالنسبه لنا مش مختلفين معاك انك انت تصطلحي مع اختك، بس انت كنت سبتي اختك هي اللي تطلع تكلم متابعينها، مش انت تخلي دلوقتي المتابعين ياخدوا موقف من الست حلمية بكلامك اللي انت قلتيه من افعالك. ليه؟ عشان انت اللي عملتي كده برضو. انت مش عاوزه كلمه الحق وعاوزه اللي ينتقدك في اللي انت بتعمليه. ها، كنت فعلا حقيقي انت عملتي غلط، لما انت طلعتي قلتي الكلام ده. كان استنيتي الست حلمية لما انت، لو انت فعلا من جواكي فعلا صلح من جواكي، بتقولي ربنا يعلم ان الصلح من جوايا خير. اتمنى والله اتمنى ان الصلح يبقى من جواكي خير. على الاقل الناس تبقى شكلنا حلو قدام الناس، يبقى على الاقل مقبولين قدام الناس، على الاقل افعالكم اللي حصلت واللي بتحصل والشتيمه والتهزيء وسب الاعراض والكلام اللي بيحصل ده كله،
على الاقل يبقى على الاقل يتقال علينا فعلا دي اسر ريفيه مصريه محترمه. يا ريت الواحد فيكم يفكر 100,000 مرة. احنا عاوزين صورة كويسة وصورة طيبة على اليوتيوب. احنا مش عاوزين حاجة معفنة، مش عاوزين حاجة ما تشرفناش، عاوزين دايما نبقى في مكان عالي. مش كل اغلبية المتابعين ما يخش يقولوا اليوتيوب ده المصري يا رب يتقفل، يا رب يتقفل من عليه النت، يا رب. ليه بقى؟ عشان احنا شفنا اللي في حياتنا ما شفناها منك يا زاهية. ما نضحكش على نفسينا ونضحك عليكي. مش عاوزة تمحي 5 سنين في كلمة واحدة في لايف بتاعك، لا طبعا لا. بس على الأقل، على الأقل لو انت فعلا عاوزة انه يبقى كله صافي وبنية صافية، اطلعي الداعمين اللي انت ثبتيهم، اللي هم بيدعموا اختك صح، وشتمتيهم ودعيتي عليهم ودعيتي على اولادهم. جميلة دي اللي وقفت جنبك وكانت من ضمن المحبوبة بتاعتك، يعتبروا كانت من اول بدايات الناس. قلت دعيتي عليها بالمرض الخبيث. انت ملزمه انك انت تطلعي تعتذري للناس دي، تطلعي تعتذري للناس دي وتقولوا لهم يا جماعه حقكم عليا، انا كنت وقت غضب. احنا كلنا لما نكون غضبانين بنقول كلام كتير وبنتعصب وبننرفز وبنشتم وبنسب وبنعمل كل حاجه ماشي. بس خلاص الواحد خلاص، انا دلوقتي عاوزه امشي في طريق صح انا واختي، فخلاص يا جماعه حقكم عليا كلكم. اتمنى انك انت تشوفي الفيديو بتاعي ده وتسمعيه حقيقي حقيقي، تسمعيه وتسمعي فعلا ان اوعي تفكري الاعتذار وانك انت تطلعي تعتذري من متابعة او من داعمة او من اختك او من بنت اختك، او تقولي يا جماعة السكرينات دي سكرينات كانت مفبركة وبنت اختي شريفة عفيفة ما عليهاش اي غبار. ليه بقى؟ لانك انت اللي حطيت الموضوع ده على العلني، انت اللي حطيت الموضوع ده قدام العالم كله، انت اللي طلعتي اتكلمتي عن بنت اختك على الناس كلها. شوفي المتابعين بتوعك بيتكلموا عن بنت اختك ازاي وبيتكلموا عليها بصفة ايه. يبقى انت ايه؟ الاعتذار عمره ما بيقلل قيمة صاحبه، بالعكس ده هيعليك قدام الناس كلها، مش هيقلل منك. بس انت لما جيتي عملتي كده انت اسأتي للست حلمية قبل المتابعين، لانك انت كان سبت الست حلمية هي اللي تطلع وهي اللي تتكلم مع متابعينها وهي اللي تقول للمتابعينها اللي حصل ايه. انت كان اتكلمتي على الحاجة اللي تخصكم، وكان قلت لهم يا جماعة الحاجة اللي تخص حلمية لما تطلع في قناتها هتقول ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل يا جماعة ان احنا خلاص اصطلحنا وكل حاجة، برغم ان احنا عارفين ان الصلح جه غصب واقتدار، ان الست حلمية ما كانتش عاوزة تصطلح، ولا نرمين كانت عاوزة تصطلح، ولا الله اعلم ولا انت كنت عاوزة تصطلحي. لان اللي انا اعرفه ان هي كانت الست حلمية وبنتها ما كانش عاوزة يصطلحوا، ولا اعرف ان هو الصلح جه اقتدار لما الحكومة قالوا لكم هتصطلحوا اولادكم بره الليلة، مش هتصطلحوا هيبقوا اولادكم اللي هيحاسبوا على المشاريب. فانتوا اضطريتوا انكم انتوا تصطلحوا، وانتوا اضطريتوا انكم انتوا تلموا نفسيكم علشان كده. لكن ما تقعديش تطلعي يا زاهية تعملي نفسك ان القنوات هم اللي عملوا كل حاجة. كانت فين القنوات من اول بداية البثوث؟ احنا بنفكركيش، بس انا بقولك بلاش تعلقي شماعة اخطائك على غيرك، اعترفي باخطائك، اعترفي زي ما انت بتقولي انا ما اقدرش اقول ان انا كنت ملاك واني اسمها دي وان حلمية كانت ملاك، احنا الاتنين هي غلطت فيها وانا غلطت فيها. لا، قولي احنا من البداية غلطنا في بعض، واول البداية انا اللي بدأت بالغلط وانا اللي غلطت في اختي، ده ما يقللش منك. وان القنوات بعد كده تدخلت في الموضوع، مش تدخلت في الموضوع ان هي ضدك ولا ضدها، احنا اللي بنشوفه بنتكلم عليه، الغلط اللي احنا بنشوفه بننتقده، الغلط اللي احنا بنشوفه اللي احنا كنا بنتكلم عليه. لكن انك انت تقولي القنوات واصلك هم محطوطين 3 قنوات في الموضوع، لا معلش، ال3 قنوات المحطوطين لما انت حاطه 3 قنوات في الموضوع، امال بالنسبه لل3 4 قنوات اللي معاكي اللي بيطلعوا كانوا يسبوا في حلمية وطارق ونرمين، دول مش من ضمن القنوات المطلوبين برضو؟ مش من ضمن الحاجات؟ اسمها هي دي لما راحت ندبت طارق جوه بلدهم، مش برضو دي كانت من ضمن اللي هي كانت بتدافع عنك برضو؟ وانت بتقولي ان هم محسوبين عليا. انت دلوقتي بتوصلي رسالة للناس كلها بتقولي انا بتمنى القنوات كلها من اللي بيقولوا عليهم محسوبين عليا والمحسوبين عليهم ان
يهدوا شويه، وانه الموضوع انت عايزه تنتقديني انتقديني في محتوايا، وانتقديني في اي حاجه انا بعملها، مفيش مشكله بالنسبه لنا. والله انا كواحده بتكلم عن نفسي، وكمان بتكلم عن قناه فعلا القنوات المحترمه، لان الواحد شاف منهم الخوف عليكم والرعب عليكم وعلى الاولاد، ماشي. لكن للاسف يعني كلنا بما اكملنا بندعي ان ربنا يصلح ما بينكم. عمرنا ما شفنا قناه من لا مريري ولا شهد ولا مدام اخلاص ولا بتكلم عن نفسي. كل الناس دي المحلاوي ذات نفس اللي انت كنت بتشتميه وتبهدليه وتطلعي تسبيه وتقولي فيه اللي ما هو مش فيه، ماشي. كنتي هو ذات نفسه كان بيقول ربنا يصلح ما بينهم، كده ده اخوات وهيصلحوا، كده اخوات يا جماعه ولازم يصلحوا. نفس النظام مدام اخلاص ما فيش مره غير لما كانت تقول ربنا يصلح بين حلميه ما بين زاهيه. كمان نفس النظام لما ام فالح اصطلحت كله بيقول يا رب كمان عقبال زاهيه وحلميه. فاحنا كلنا اساسا محدش يكره لكم الصلح، ومحدش يكره لكم ان كنتوا تبقوا كويسين مع بعض، دي حاجه مشرفه لينا. ريري كانت تقول يا جماعه انا ما اقدرش احمل نفسي ذنب واقول الصلح لا طبعا ربنا يصلح ما بينهم على خير، يبقى بس صلح من جوه القلب، لانك انت اصطلحتي كم مره يا زاهيه مع اختك، وترجعي تاني تقلبي عليها، وترجعي تاني تعملي معاها مشاكل. فانتي وغير كده انتي وام شهدي دي اطيب شخصيه بشوفها في حياتي، نفسها ان ربنا يصلح ما بينكم، ونفسها ان ربنا يكرمكم. في الاول والاخر انت اللي عملت عداوة مع القنوات دي لما طلعتي سبتيهم وشتمتيهم وقلت ابوهم وقلت امهم. ريري دي شتمتيها وبهدلتيها وغلطتي في حقها. وشهدي دي نفس النظام، انا نفس النظام، مدام اخلاص نفس النظام. يعني انت سبتي الناس كلها وغلطتي في الناس كلها من غير اي وجه حق، ماشي. فانا لازم انتقدك، وزي ما انت تسبيني لازم اسبك، وزي ما انت تشتميني انا لازم اشتمك. ما هو انت مش كبيرة عليا، ها؟ واللسان محدش بيغلبه، انت عندك لسان عندي لسان. فانت يا زاهية للأسف يعني النقطة اللي انت عملتيها ودي كانت اكبر غلط منك، انك انت كنت طلعت واتكلمت على نفسك، ملكيش دعوة بحلمية. كان قلت يا جماعة حلمية هتطلع في قناتها في بث مباشر، وهي اللي تكلم متابعينها، وهي اللي تفهمهم اللي حصل ايه، والموضوع هينتهي من عند حلمية. وانا موضوع يا جماعة نفس النظام، وزي ما انت قلت كده لمتابعينك ان كنت لو بتحبونا هتخلي تحبوا لنا الخير وهتحبوا نفس الكلام، وبتوجهي رسالة للداعمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ولمتابعين الست حلمية ان هم لو بيحبوها، وان هم لو عاوزين يقفوا جنبها، وان هم لو فعلا بيحبوها وبيحبوا لها الخير ان هم هيقفوا معاها، وان هم مش هيقولوا لها اللي انت عملتيه ده ليه واللي انت صالحتي ليه ولا الكلام ده. انا عاوزه اقول لك بقى كواحده متابعه وكصاحبه قناه وعندي متابعين اغلبيتهم كلهم متابعين الست حلمية، ماشي. انا بقى من هنا بقول لك اني فعلا الناس دي بتحب الخير، وان الناس دي اساسا جميله جدا، وان الناس دي ما بتحبش الشر ابدا للست حلمية، وهم بيحبوها وبيحبوا نرمين جدا. ما كانش بيزعلوا عليها، ما كانش بيعيطوا عليها، ما كانش بيبقوا حزنانين عليها، ما كانش شايفين الظلم عليها كأنه عليهم هم. بس انت غلطتي غلطة كبيرة قوي لما انت طلعتي اتكلمتي في حق الست حلمية من قبل هي ما تطلع وتفهم متابعينها وحبايبها هو ايه اللي حاصل. لكن انا من هنا يا جماعة الله يصلح ما بينهم، الله ييسر امورهم، الله يوفقهم، الله يا رب يكتب لهم الخير، الله يبعد عنهم ولاد الحرام. ويا جماعة انا في الاول والاخر لما بقول على زاهية دي داهية عشان هي قطعت لي رزقي، بس فعلا طول ما هيبقى في صلح وفي سماح، واحنا يا جماعة بشر كلنا بنخطئين، فربنا يصلح حال الناس كلها ويصلح حالنا وحال أمة محمد وكل المتابعين بتاعة الخالة حلمية. اوعوا تشمتوا الناس في الخالة حلمية ويقولوا عليهم هم اللي كانوا عاوزين قطع صلة الرحم، وهم اللي كانوا عاوزين ان هم ما يبقاش فيه صلح. واحنا عارفين ان متابعين الخالة حلمية بيحبوها وبيحبوها بكل صفاتها، واكيد احنا حابين ان هي ترجع وتصلح وما يبقاش عندها مشاكل وتبقى في محتواها وتقدم لنا المحتوى الكويس. احنا برضو لحد الان ما نعرفش الست حلمية ايه اللي حصل ولا ايه اللي دار ولا ايه اللي اتقال. فمن هنا بطلب من كل متابعين الخالة حلمية يقفوا جنبها ويدعموها وما يتخلوش عنها ابدا. حبايبي بجد انتوا الله يجازيكم كل الله خير،
ومن كل قلبي الله يصلح حالنا وحالكم وحال أمة محمد يا رب العالمين. وأسيبكم في أمان الله، وقولوا لي إيه رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.